السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بإذن الله هنعمل بقى وصفة تنظيف الممبار، وهنخليه زي الفل كده، قشطة شمعة منورة زي ما بنقول، وبطريقة جميلة جدا وسهلة وبسيطة. وإن شاء الله بإذن الله هعرفكم خطوة خطوة إزاي بننضف الممبار. طبعا كلكم شاطرين وكلكم بتعرفوا تعملوا الحاجات دي، بس الفيديو ده كمان أكتر للبنات الجديدة الصغيرة كده اللي لسه بتدخل المطبخ، وكمان داخلين على جواز كبنات كده مخطوبين، وازاي يعرفوا يعملوا الممبار وينضفوه ويعملوه بقى كده، ويبقوا ستات بيوت شاطرة. وكمان يعني الطريقة تبقى سهلة عليهم. وكمان مثلا لو اتحطوا في اي مأزق كده او اتزنقوا كده بطريقة كده ايه، اتجوزوا قالوا بقى ايه، يعني الحاجات دي مش بعرف اعملها في البيت. او واحدة حماتها مثلا تقول لها لا يا ماما مفيش حاجة اسمها ما بتعرفيش تعمليها، انا لازم بنت ابني تعمل كل حاجة لجوزها في البيت، وكمان ما يشتريش حاجات دي من بره، لان انتوا عارفين ان الحاجات دي بصراحة بتبقى لازم تتعمل كويس جدا بايديكي، وتبقي ضامنة نظافتها. كمان مش هتروحي تاكليها عند اي حد من بره، ولا مطاعم ولا محلات، والله العظيم استحالة ينظفوها النظافة اللي احنا بننظفها في البيت، لان احنا بنتعب فيها جدا وبننضفها كويس عشان تطلع معانا زي الفل. هقول لكم انا بعمل ايه. انا بمسك المبارة، وواحدة طبعا من اول فتحتها كده ببتدي بقى ادخل صباعي فيها، او بمعلقة او شوكة، وتدخلي كده لجوه 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 لحد ما يظهر لك بقى اخر حتة خالص. تمام. وتبقى تروحي شداها. لو عندك اي حتة دهنة زيادة تقدري تشيليها بالسكينة او بمقص، زي ما انتوا شايفين بصباعي بدخل كده لجوه لحد ما يظهر لي الطرف اللي انا دخلته بقى لجوه، فاروح شداه بقى خلاص، فتكون كده معايا قلبناه. اهم حاجة يا جماعة، اول خطوة دي مهمة جدا، ان احنا نقلب كل الممبار بتاعنا بالطريقة دي. طريقة سهلة وبسيطة ان شاء الله، بإذن الله مش هتكملي 10 دقايق وتنضفيها، بس بإذن الله هتطلع معاكي احسن ممبار وانضف ممبار تاكليه كده وانتي مطمئنة، وانتي مش متأذية وانتي بتاكلي الحاجة، او حاسة ان فيها ريحة زفارة، او كمان مش مظبوطة وانتي بتاكليها. لازم تكوني واثقة في الحاجة اللي انتي بتاكليها وفي الحاجة اللي انتي بتعمليها. وكمان لما يجي لك حد يعرف بجد ان انتي شاطرة في كل الحاجات دي، بجد هياكل عندك وهو واثق في نظافة اكلك ونظافة بيتك وشطارتك. طبعا الحاجات دي بتفرق جدا، وبتفرق في نفسيتنا، ان احنا لازم الحاجة بتاعتنا تبقى نظيفة، وبنأكل ولادنا حاجات نظيفة. استحالة يشتروا الحاجات دي من بره، هم بيشوفوا ان انتي بتنضفي الحاجات دي بالطريقة دي. فهماني؟ والله العظيم يعني انا مثلا قبل ما انزل الفيديو ده، ولادي يا ماما يقولي لي ايه يا ماما ده، ايه القرف ده؟ والله العظيم ماشي، ما هو قرف بس اكيد هيتنضف. ما هو احنا هناكله هيبقى زي الفل، واحنا بناكله هيبقى زي القمر كمان، وحاجات جميلة ونظيفة ومنضفينها بايدينا، بس لازم يتنضف. لازم نعمله بالخطوات دي. هياخد معانا وقت ايوه شوية، بس هيطلع معانا زي الفل. والله العظيم ما هيبقاش فيه اي حاجة وحشة جدا، ولا في اي حاجة، حرفيا هيطلع معانا زي القمر. تمام. انا كده طبعا عمالة يعني ايه، اقطع في الممبار كده حتة حتة، وانا بقلبه وبوريكم. لو في عندكم اي حتة مثلا كده دهنة زيادة ممكن تشيليها تستغني عنها، او تفتحيها كده. اهم حاجة الممبارة تبقى طويلة، ما تكونش معوجة. لو فيها دهنة كده معوجة تبتدي ايه تظبطيها بحيث ان هي تاخد وضع ايه الطولي، مش العوجة كده زي حرف السي كده. تمام. طبعا انا ايدي ماسكة ايه الممبار، وايد تانية عمالة بتزقها كده لحد ما توصل للاخر، وابتدي اشدها من تحت. طبعا يا حبايبي، والله العظيم والله الحاجات دي هي متعبة ايوه شوية، وشكلها كده مقرف كده شوية، بس والله العظيم لو انت اتعلمتي دايما تعملي كل حاجة بايديكي وبنظافة ايديكي، والله العظيم لو جابولك ايه، لو جابولك اكل منين هتقولي لهم لا ما كلش الحاجات دي بره. ان ما كنتش شكليها من حد موثوق فيه، او انت اللي عامله الحاجه دي بايديكي، او مامتك كده ووالدتك، او طبعا حماتك، او اي حد قريب منك جدا، مش هتاكلي الحاجات دي باللي انت بتشوفيه دوت في الحاجات المنبار. هو اساسا الحاجات دي بتتباع زي ما هي، ولو شطفوها هي ما شطفوهاش اساسا.
زي ما انت شايفه انا وريتها لك كده، وما نزلتش فيها ولا ميه عشان اوريكي ازاي بتتنضف وازاي تطلع معاكي نظيفه، وازاي واحده واحده كده معايا هتطلع معاكي زي الفل. طبعا حبايبي ما تنسوش تعملوا الاشتراك للقناة لو انتوا لسه مش مشتركين معايا في القناة، وفعلوا تنبيهات الجرس للكل عشان يوصلكوا اشعار باي حاجة بنزلها جديد. وكمان اللايك بقى بتاعكم الجميل وكومنت من عندكم، وقولوا لي رأيكم ايه في الحاجات اللي ست البيت لازم تعملها بايديها، وان تنظف كل حاجة بايديها. مش زي مثلا بوريلكم الممبار بيتعمل ازاي، لا ازاي بقى نوريلكم ازاي بيتنضف، عشان دي حاجات مهمة جدا، واهم من الحاجة نظافتها. يعني مش بيقولك اهم من الشيء تظبيط الشيء، اهم من ده كله ان احنا ننظف الحاجة من الاول، عشان ازاي نعملها ونعمل الخلطة بتاعتها وننظف ده كله ونعمل كل حاجة. كل ده بايدينا. خلصت كل الكمية اللي معايا زي ما انتوا شايفين. انا كده يعني مسكته بقى وضفته في طبق كده بولة كبير، وابتديت بقى شغلت عليه المية. انا كل ده يا دوبك بنزل بس اللي حواليه من بره، تمام، بايديا كده. وببتدي انزل كده كل اللي ايه بيقولوا عليه مخاط كده، بننزله كده بايديا. والحنفية شغالة، الحنفية دي مش هتقف النهاردة لحد ما اخلص خالص. يعني ايديا فيها، وبنزل بايدي كده جامد، وبدوس على ايدي شوية وانا بنزل. وبعدين شوفوا بقى الكلام ده هنعمل فيه ايه تاني. يعني دي تاني خطوة. بصوا هنمشي مع بعض كده بتاع 4 خطوات او 5. سيبك بقى ان انت مثلا ايه بيقولك بقى حطي ملح ليمون وكربونات صوديوم والحاجات دي. والله العظيم الحاجات دي بتبهدل، والخل بالذات بيبهدل الممبار وبيفرتك الممبار. يعني ممكن تعملي الحاجات دي، وممكن تنضف وتديكي فكرة شوية، بس والله العظيم الحاجات الطبيعية اهم جدا بكتير واحسن في النظافة. انا كده بشطف معايا الطبق او البولة اللي انا بعمل بيها. وتعالوا بقى نشوف بقى معانا هنعمل ايه. هننزل كل الكلام ده مع بعض في الطبق بتاعي. وكمان بقى عندي مكونين مهمين جدا عشان زفارة البومبار. فقبل حاجة، قبل اي حاجة، وقبل ما نعمل اي حاجة، عندي دقيق. الدقيق الابيض ده مهم جدا، وملح. هضيف بقى دقيق على ملح وافضل ادعك فيه وهو ناشف كده، وهو مكانه ميه بس يا دوبك. عارفين ده بقى بيعمل ايه؟ بيشيل اي ريحة زفارة الاول، اول حاجة خالص. وطبعا لو في المادة اللزجة دي او المخاط زي ما بيقولوا بينزل معايا. تمام. شوفوا بقى المنظر عامل ازاي. يعني الطريقة دي مهمة جدا. الدقيق هيشيلك اي زفارة بقى بتاع الممبار، والريحة دي الكريهة اللي انت ممكن ما تكونيش حباها. والملح طبعا بينضف جدا، ومعروف جدا الملح انه برضو بينضف وبيشيل اي زفارة. الدقيق والملح معروفين جدا من ايام اجدادنا، وحماتي الله يرحمها دايما تعمل الموضوع ده دقيق وملح كمان للفراخ. تمام. كمان بقى عندنا ليمون. عندي مثلا 3 4 5 ليمونات، هبتدي اعصرهم مع الممبار في الدقيق برضو والملح عشان يدونا بقى قوة فعالة. طبعا معروف الليمون بينضف جدا ويشيل اي ريحة برضو، يعني الاضافة برضو للدقيق والملح. تمام. وهنسيب الليمون والملح والدقيق مع بعضيهم شوية كده في المية دي مع بعضيهم كلهم. وابتدي افرك كده او يعني ادعك كده الممبار مع بعضيه، واسيبه شوية يعني لمدة 15 دقايق كده، عشان بس الليمون يشد منه اي ريحة واي زفارة زي ما قلنا. تمام. زي ما قلت لكم ان احنا هنعمل على كذا خطوة. دي تقريبا تالت خطوة، فاضل لنا خطوتين هنشوف مع بعض كل اللي احنا بنعمله دلوقتي بالتفصيل. تمام. طبعا انا بعصر في الليمون عشان يطلع كل اللي جواه، وبشوف بقى الممبار اخباره ايه معايا. طبعا عايزه اقول لكم ان هو برضو نضف وشال منه الزفاره وشال منه الريحه بالدقيق والملح والليمون. هنشوف بقى هنجيب مصفى معانا وهنشوف هنعمل بيها ايه. طبعا المصفى دي هتظبط لنا الدنيا كده وتشطف لنا بقى الممبار كله ده. واحنا بندعك كده في الممبار ونشوف النظام ايه معانا. تمام. بس كده،
كفاية عليه، قعدته شوية كده وأنا عمالة بادعك فيه، وأدي المصفى معانا. أول حاجة بس هاشطف إيدي من مكان الدقيق ماسك فيها، وبعدين بقى هابتدي بقى إيه، أضيف الممبار في المصفى دي، وهابتدي بقى أحُك الممبار كلّه في قلب المصفى. طبعًا المصفى معروفة إن هي فتحات صغيّرة، شايفين أنا باعمل إيه. هتنزّلي بقى كل الزيادات بقى والحاجات اللي أنا مش محتاجاها أو مش حاباها خالص، أنزّلها بقى من إخرام المصفى دي. طبعًا أنا كنت باعمل كده والممبار يكون معايا زي الفل، بس بقى في خطوة أخيرة هي اللي بتضبّط الدنيا كلّها معايا. طبعًا المَيّة مفتوحة وأنا مش هاقفل المَيّة خالص في الوقت ده، لإن أنا محتاجة المَيّة كويس جدًا، وإن هي تنضّف لي وتشيل لي كل أي حاجة زيادة من الدقيق والملح والليمون اللي إحنا عملناه والمخاط اللي بينزل من الممبار كده معايا. أنا بُصّوا هاقول لكم على حاجة، أنا بُصّوا زي معايا كده إيه، زي ما أنتم ما معايا في الفيديو، واحدة، واحدة والله العظيم زي ما أنا ما باعمل كده في البيت. كل مرّة بالممبار كده معايا عشان أنضّفه. أنا طبعًا عمّالة أمسك وأشِد فيه وأشوف نظامه إيه معايا. طبعًا آخر بقى حاجة هاقولها لكم بقى هنعمل فيه إيه، تعالوا بقى نشوف مع بعض آخر حاجة هنعمل فيه إيه. عمّالة بقى باشطف فيه عشان يضبّط معايا الدنيا كده ونشوف ونروّق عليه. أهم حاجة بس إن إحنا نشطفه كويس جدًا من الدقيق و الملح والليمون. جِبت بقى مصفى كبيرة كده معايا وابتديت ضِفت واحدة، واحدة وبالسكينة، وهابتدي بقى أحُك كل الزيادات والحاجات اللي فيه دي، عشان طبعًا نخلّيه زي الفل ويبقى زي الإيه، القشطة كده معانا. طبعًا أنا مش هاعتقه النهارده، أنا ماسكاه بقى واحدة، واحدة. طبعًا هو بياخد معايا وقت، وده لازم عشان نخلّيه نضيف ونضبّطه معانا ونروّق عليه. طبعًا الفكرة دي لازم تتعمل، ما ينفعش إن إحنا ننضّفه بالدقيق بس والملح ونسيبه كده. شايفين الفرق بقى؟ يعني أنا لو نضّفته بملح ودقيق بس وما اتحكّش كده بالسكينة مش هينزّل كل ده، زي ما أنتم شايفين. وبعد ما أخلّص ده كده برضه تاني هاعصر عليه ليمون واسيبه بقى شوية في الليمون، وكده بقى أشطفه بالمَيّة كويس جدًا ويبقى كده خلّصته بقى على كده. تمام، بس إحنا أهم حاجة إن إحنا نحُكّه كده كويس جدًا بالسكينة على الوش الأولاني وعلى الوش التاني. كده بقى بعد ما خلّصت طبعًا مش كل الكمية، أنا كنت مخلّصة نُص الكمية وهاكمّلها بقى معاكم بعدين. أو هاكمّلها أنا بعدين. طبعًا باشطفه بالمَيّة كويس جدًا وبادخّل فيه المَيّة زي ما أنتم شايفين عامل إزاي. ما شاء الله، الله أكبر، بقى فُلّة كده زي ما بيقولوا فُلّة شمعة منوّرة، والله العظيم تحفة ويتاكل أكل كده وهو ني، زي ما أنتم شايفين. ما شاء الله، الله أكبر عليه تحفة. خلاص طبعًا خَد منا وقت كتير وضبّط معانا. وكده طبعًا ده بقيته بقى الكمية أنا هاكمّلها بقى في الآخر. وكده طبعًا بعد ما ورّيت لكم بقى الشكل النهائي كان زي الفل معايا، وعملته في الفيديو اللي فات، الفيديو اللي نزل معاكم بالطريقة دي، وكان شكله كده. وأنا كنت باعمله بومبار بوبس كده أو البومبار اللولي، وكده الممبار الطويل العادي بتاعنا. بس بجد ما شاء الله، الله أكبر عليهم، كان تحفة جدًا. وبألف هنا للي يعمل الوصفة واللي يجرّبها، وبألف هنا يا أمارات. يا رب يكون الفيديو عجبكم.